كنت دايمًا وأنا صغيرة أسمع جملة الإناء المُراقب لا يغلي أبدًا، والحقيقة ما كنتش بافهم يعني إيه المقصود بيها، لغاية أمّا جيت بصّيت على إن أكتر حاجة بتتعب الإنسان عامةً في الحياة هي فكرة الانتظار، إنك كل يوم تصحى تفضل تقول يا ترى الدعوة بتاعتي اتحققت والّا لأ، يا ترى الأمنية بتاعتي حصلت والّا لأ، بس تعدّي الأيام والشهور والسنين وتلاقي لسه الدعوة ما اتحققتش. ف وتلاقيها كمان إن أنت واقف مستني، قلبك متعلق بيها زيادة عن اللزوم، واقف مستني حصلت والّا لأ، وتلاقي في نفس الوقت إن الدعوة أو الأمنية بتاعتك ديّة عمّالة تبعد أكتر. فلمّا جيت فكّرت ولقيت إن جملة الإناء المُراقب لا يغلي أبدًا هي مرتبطة أوي بأمنيتنا، بالحاجة اللي قلبنا متعلق بيها زيادة عن اللزوم. فساعتها بتحس فعلًا إن الوقت واقف، الدنيا واقفة، لأ فين الحاجة اللي أنا باتمناها ما اتحققتش ليه؟ بس كل اللي هاقوله لك إنك أول ما تلِف وشّك وتبدأ إن أنت تنشغل في حياتك، إنك تتعلّم حاجة جديدة، تشتغل، تضحك، تخرج مع أصحابك، تتعرّف على ناس جداد، تقعد مع أهلك، تدعي وتسعي كمان، سبحان الله أول ما تبدأ إن أنت تنشغل عن الدعوة دي أو عن الأمنية اللي أنت بتتمناها دي، بتلاقيها جات لغاية عندك، ياما في أمنيات وحاجات اتحققت لناس وجات لغاية عندهم من غير ما يفضلوا يراقبوا في الحاجة دي. دي فكّرتني أوي بقصة النبي يعقوب عليه السلام وهو قاعد منتظر النبي يوسف يرجع له. بس سبحان الله ربنا رجّع النبي يوسف عليه السلام للنبي يعقوب في الوقت اللي ربنا اختاره. كل اللي أنا عايزة أقوله لك إن الدعوة بتاعتك هتتحقق في الوقت اللي ربنا كاتبه لك، أمنيتك لا هتيجي لا بدري ولا متأخر، هتيجي لك في الوقت الخير ليك، في الوقت الصح ليك، في الوقت اللي أنت هتكون جاهز فيه إنك تستقبل دعوتك وأمنيتك اللي أنت بتتمناها دي، وهتيجي لك بأحلى وأجمل شكل.